صاحبتي قالت لي لو كانت المصاري قد تعب كان الحمار نام على السرير من ذهب. المثل ده مثل شامي وبيتكلم فيه على انه مش كل ما الشخص اشتغل زيادة ده معناه ان هو هياخد مصاري او هياخد فلوس زيادة او هيتقدر زيادة. فشبه انه لو كان المصاري على قد التعب، يعني لو على قد ما انت بتشتغل وبتتعب هتاخد فلوس، كان الحمار لان هو من اكتر الحيوانات او الكائنات اللي بتشتغل ان هو بيشيل وبينقل حاجات من مكان لمكان وبيفضل طول اليوم في نقلات ويشيل حاجات تقيلة جدا على ظهره، كان الحمار نام على السرير من ذهب. يعني كان بقى معاه فلوس كتيرة جدا لدرجة ان هو ينام على السرير من ذهب. فالمثل بيتكلم على انه مش شرط انك لما يبقى عندك او بتبذل مجهود كتير او مجهود كبير انك تاخد قدامه فلوس كتير. في شغلانات كتيرة جدا بتشتغل فيها كتير قوي قوي بس ما بتاخدش فيها الفلوس اللي تقدر شغلك او اللي تساوي شغلك. عشان كده بقى في مفهوم ان انت تشتغل بذكاء، يعني ما تقعدش تشتغل كتير قوي على حاجة قليلة، تشتغل بشكل معين يخليك تعمل الهدف من غير ما تبقى تعبت، ويبقى في نفس الوقت الفلوس اللي بتاخدها مناسبة لكمية المجهود اللي انت بتعمله.